يا جماعه عندي فرح وتعالوا نعمل ميك اب سوا. كل الميك اب اللي انا هستخدمه ميك اب شجلام، عشان بس ايه بتقعدوا تسالوا في الكومنتات، انا مش لاقي الفرشه بصراحه ونص الحاجه مش معايا، فهنحط فاونديشن بايدي وبعد كده هبدا اوزعه بالبيوتي بلندر. طب يا جماعه انا جوزي بيقول لي ان انا فيديوهات الميك اب بتاعتي مش حلوه، عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا له انا فيديوهات الميك اب بتاعتي حلوه ولا لا. الفاونديشن اللي انا حطيته ده فاونديشن بالم بتاع شجلام، الدرجه دي درجه شيل، انا درجت شيل في ميك اب شجلام في الفاونديشن والكونسيلر، الاثنين درجتي فيهم شيل بصراحه، فير فاتحه قوي عليا وورم فانيلا غامقه عليا، فشيل دي انسب درجه ليا. احلى حاجه في الفاونديشن ده ان هو فول كفرج فعلا. طبعا معيش رينج لايت ولابسه جاكيت جوزي ولابسه ايس كاب، يعني هوريكم بقى بعد ما اخلص خالص تشوفوا حاجه تانية. انا حطيت فاونديشن، دلوقتي هرسم حواجبي ودي اهم حاجه زي ما انتوا عارفين. زي ما قلت لكم ان انا بستخدم الاي برو بتاع شجلام اللي هو الستامب، بس انا بستخدمه بالفرشه فبيبقى حلو قوي عشان الاستامبات كبيره على حواجبي. انا كده خلصت حواجبي. عندي بقى مشكله، انا مش عارفه احط الايشادو ازاي عشان انا نسيت الفرش كلها في البيت وانا مش في البيت ومش عارفه الحقيقه هعمل ايه. احط ايشادو بقى من الباليت الجميله الصغننه دي بتاعت شجلام الجديده بتاعت امبر روز الكوليكشن الجديد. انا هحط على بينكات، فانا مش عارفه اصلا احط بايه، احط بايدي، هعرف احط بايدي ولا ما بعرفش احط بالفرشه، احط بايدي، مش عارفه اعمل ايه. طب احنا هجرب احط بايدي. الحمد لله ان هي بيجمنت عشان انا اصلا ايه بعق. برافو امنيه. طيب نغمق بقى بالدرجه دي، انا حاسه ان هو مظبوط حلو يعني. جل الحواجب. جبت جل الحاجب؟ الباودر. جل الحواجب. لا توهي لي في الكلام. حسيتك بتقولي باودر، بقول لك اهو انا نسيت الفرش، هفتكر الجل. ده انا قايله في التليفون. لا والله قلت لي القلم البني. قلت لك هاتي جل والقلم البني بتاعها. جل بيثبت ده، ممكن تلاقيه في الشنطه. طب شوفيه انا ما طلعتوش من ساعتها. لو هو بس من هنا اساسيات فاونديشن. طب والله يا جماعه نجحت، والله نجحت. طب انا شايفه ان انا مظبوط تمام. خد بقى ايه الدرجه الفاتحه دي واحط هنا. طب والله تحفه من غير فرش. ممكن نعمل ايه بقى بدي، ندمجهم كلهم مع بعض. سلام يا سلام يا سلام. نجيب الهايلايتر بقى، الهايلايتر فك كده، ده انا بحب قوي الباليت دي. فكت اتكسرت، هبقى الزقها بقى. نروح عاملين كده. طب والله جامد. كونسيلر بقى ننضف تحت عينينا بيه، دي برضو درجة شيل بس ده فول كفرج اوفر، فهي نقطة واحدة منه كفاية. وصلتوا للجزء ده بقى قولوا لي جربتوا ايه من ميك اب شجلام وعجبكم. خلصنا الكونسيلر، هحط كحل بني عشان بيوسع عيني بصراحة، وبقالي فترة بحطه كده عاجبني قوي، فده برضو بتاع شجلام من كوليكشن لايف تو روم. حط ماسكارا واجيلكوا عشان دي ما بعرفش احطها قدام الكاميرا، برضو بتاعت شجلام. ويا جماعه دي معايا الريموفر بتاعها فبشيلها بكل سهوله عشان هي ووتر بروف جدا. بصوا دي كده اول كوش بس من الماسكارا، لسه بقى هعمل الناحيه الثانيه. بصوا كاني حاطه رموش بالظبط، والله مش محتاجه الرموش اصلا. بلاشر الجديد بتاع امبر روز، الدرجه دي عجباني قوي، اول مره هجربها. هو كريمي، فتعالوا بقى نشوف. يا نهار ابيض، يا لهوي. خففوا بقى عشان شبه عروسة مولد قوي. هو اصلا الاحسن ان هو يتحط بالبيوتي بلندر مش بالفرشه خالص. هنهدي كل ده باللوس باودر دلوقتي. انا ثبت كويس قوي باللوس باودر عشان الميك اب كله كريمي، فتقريبا هدي شويه. بجد فظيعه، بتخلي الميك اب ناعم جدا جدا جدا. اخر حاجه بقى هنعمل ليب كومب بالليب لاينر ده والروج الجديد بتاع شجلام ده مط. يا جماعه انا مش هقطع الحته دي، هجريها لكم عشان تشوفوا كله. الدرجة بتاعته فظيعة. ايه رأيكم في الروج؟ بجد الروج تحفة. انا كده يعتبر خلصت الميك اب. هحط بقى هايلايتر اخر حاجة وهلبس واوريكم الفاينل لوك. انا كده خلصت وده الفاينل لوك. قولوا لي ايه رأيكم في الفستان.